السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الونيسة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتسمعوني. اليوم بغيت نهضر معاك على واحد الحاجة اللي ممكن الإنسان يديرها في حق راسو بلا ما ينتبه ليها، وهي أنه يحتقر راسو بسبب الماضي ديالو، بسبب منين جا، فين تربى، كيفاش داز طفولتو، شنو كان عنده وشنو ما كانش عنده. والمشكل أن الإنسان شي مرات ما كيحتاج شي حد اللي حقرو، كيولي هو اللي كيديرها لراسو. كتشوفي وحدة عاشت طفولة مختلفة عليك، تربات في وسط ميسور، قراوها في مدارس مزيانة، كان عندها بزاف ديال الحوايج اللي ما كانتش عندك، وكتولي بلا ما كتحسي كتقولي غير بينك وبين راسك: أنا ماشي بحالها، أنا منين جاية باش نوصل بحالها، أنا حياتي كانت مختلفة. وهنا خاصك توقفي، حيت منين جيتي ماشي هو شكون نتي، المكان اللي تربيتي فيه ماشي هو القيمة ديالك، والدار اللي كبرتي فيها ماشي هي المستوى ديالك، والظروف اللي عاشتها عائلتك ماشي هي المستقبل ديالك. يمكن تكوني جاية من عائلة بسيطة، يمكن تربيتي في حي شعبي، يمكن داركم كانت صغيرة والإمكانيات محدودة، وكنتي كتشوفي صحاباتك عندهم حوايج ما كنتيش قادرة عليهم. يمكن حتى طفولتك ما كانت سهلة نهائيا، ولكن واش هادشي كامل غيخليك إنسان أقل قيمة؟ لا، نهائيا لا، بالعكس. شي مرات الإنسان اللي كيكبر وهو عارف معنى ما عنديش، كيولي من بعد عارف قيمة عندي. اللي تربى على القليل كيقدر يعرف قيمة النعمة كتر من اللي لقى كلشي واجد قدامه، واللي عاش ظروف صعيبة كيكون تعلم الصبر، طريقة الحياة ماشي بطريقة الكلام. اللي ما كانش عنده كل الإمكانيات ومع ذلك بقى كيتعلم وكيحاول ويخدم على راسو، راه دار مجهود كبير، يمكن حتى هو ما كيعطيش القيمة اللي يستاهل. وهنا كاينة واحد الحاجة اللي خاصك تنتبهي ليها: ما تبقايش كتقارني البداية ديالك مع الحياة اللي كتشوفيها عند الناس دابا، حيت نتي كتشوفي شنو عندها اليوم، ولكن ما كتشوفيش بالضرورة شنو كان عندها من البداية. يمكن كتقولي: شوفيها كيفاش عايشة، شوفي دارها، شوفي لباسها، شوفي فين وصلت، ومن بعد كترجعي تشوفي حياتك وكتحسي براسك بعيدة عليها بزاف. ولكن علاش خاصك أصلا تكوني بحالها؟ كل وحدة عندها ظروف، كل وحدة عندها طريق، وماشي حيت شي وحدة عندها كتر منك في شي جانب معناها هي أحسن منك. يمكن عندها فلوس كتر، ولكن انتي عندك حاجات أخرى هي ما عندهاش. يمكن هي سافرات كتر، ولكن انتي عندك تجارب علماتك بزاف. يمكن هي تربات في ظروف مريحة، وانتي تربيتي وسط المسؤولية والصعوبات، وتعلمتي تعتمدي على راسك بكري. ماشي باش نقولوا بأن الصعوبة أحسن من الراحة، لا، ولكن باش نفهموا بأن الاختلاف ماشي نقص. وهاد الفكرة بالذات خاصك تدخليها مزيان لراسك، حيت كاينين بنات كبار اليوم ناجحات خدامات عندهم حياتهم، ولكن مازال داخلهم داك الإحساس القديم ديال أنا ماشي من المستوى. علاش؟ حيت باقي كيشوفوا راسهم بعين الطفلة اللي كانت كتقارن راسها مع بنات أخرين، كانت كتدخل لدار صاحبتها وكتشوف شحال الدار زوينة، تشوف شنو لابسة، تشوف شنو عندهم، وترجع لدارها وتحس بالنقص. يمكن كانت كتسول راسها: علاش حنا ما عندناش بحالهم، علاش حياتنا ماشي بحال حياتهم؟ ولكن اختي، ديك الطفلة كبرت وما خاصهاش تبقى حابسة في داك الإحساس. خاصك اليوم تشوفي راسك بعين المرأة اللي وليتي، تشوفي شحال تعلمتي، شحال تبدلتي، شحال من حاجة قدرتي ديريها بوحدك، شحال من مرة طحتي ونضتي، شحال من موقف خلاك قوية، وشحال من حاجة كنتي كتحلمي بيها وانتي صغيرة اليوم ولات عادية في حياتك. وحتى إلا ما وصلتيش لكلشي اللي باغاه، راه مازال طريق قدامك. ماشي خاصك تحقري البداية باش تحترمي النهاية، بالعكس، قولي: أنا جيت من ظروف بسيطة،
طفولتي كانت مختلفة، ما كانش عندي كلشي، ولكن زيدي عليها ماشي عيب. هاد الشي جزء من قصتي وماشي سبب باش نحقر راسي. وحتى إلا كنتي دابا وسط ناس عندهم مستوى مادي مختلف عليك، ما تدخليش لأي بلاصة وانتي هازة معاك الإحساس بأنك أقل منهم. ماشي ضروري تكون عندك أغلى حاجة باش تكون عندك الهيبة، ماشي ضروري تكوني جاية من عائلة معروفة باش تكوني محترمة، ماشي ضروري يكون عندك ماضي مثالي باش يكون عندك مستقبل زوين. الناس اللي كيقدروك غادي يقدروا أخلاقك، شخصيتك، طريقتك، كلامك وتعاملك، ماشي فين كنتي ساكنة وانتي صغيرة. وإلا شي واحد حاول ينقص منك بسبب أصلك أو ظروفك أو الطريقة اللي تربيتي بها، راه المشكل ماشي فيك. ما تعطيش لكلام الناس سلطة كبر من اللازم، حيت إلا بقيتي كل مرة كتسمعي كلمة وكتنقصي بسببها من قيمتك، غادي تعيشي حياتك كاملة كتشرحي للناس علاش انتي تستاهلي الاحترام. والحقيقة انتي ما محتاجاش تبرري وجودك، ما محتاجاش تحشمي من اسم الحومة اللي كبرتي فيها، ما محتاجاش تخبي أنك كنتي كتعيشي ببساطة، ما محتاجاش تبدلي قصتك باش تباني حسن. كوني فخورة بالطريق اللي دزتي منها، وإلا بغيتي تطوري من حياتك طوريها، إلا بغيتي تقراي قراي، إلا بغيتي تخدمي خدمي، إلا بغيتي تتعلمي شي مهارة تعلميها، ولا بغيتي تبدلي من المستوى ديال حياتك بدليه. ولكن ما ديريش هادشي حيت كتشوفي راسك ناقصة، ديريه حيت انتي عارفة أنك تستاهلي حياة أحسن. كاين فرق كبير بين أنك تقولي بغيت نطور من راسي وبين أنك تقولي خاصني نتبدل حيت أنا ما كنتش كافية. الأولى فيها حب للنفس وطموح، والثانية فيها احتقار للنفس. وانتي ما خصكش تبني حياة جديدة وانتي كارهة الحياة اللي بديتي منها، حتى إلا كانت بسيطة، حتى إلا كانت صعيبة، حتى وإلا كان فيها شي حاجات ما كانوش كيعجبوك. حيت داك الماضي هو اللي فيه الطفلة اللي كانت كتفرح بأبسط حاجة، اللي كانت كتجري في الزنقة، اللي كانت كتفرح بشي لعبة بسيطة، اللي كانت كتلبس شي حاجة وتبقى فرحانة بها، اللي كانت كتعيش أيامها على قدها وما كانتش عارفة أصلا أن الناس غادي يكبروا ويوليو يقارنوا راسهم ببعضياتهم. ما تحتقريش داك الماضي، راه كان فيه جزء منك. وإلا كانت طفولتك صعيبة وما فيهاش بزاف ديال الذكريات الزوينة، حتى هي ماشي شي حاجة اللي تخليك تحتقري راسك. يمكن ما خديتيش كل شيء اللي كنتي محتاجة وانتي صغيرة، ولكن اليوم تقدري تعطي لراسك داك الشيء اللي تقدري عليه. تقدري تهتمي براسك، تقدري تعلمي، تقدري تفرحي، تعيشي مزيان، وتقدري تقولي أنا ما نقدرش نبدل الماضي، ولكن نقدر نبدل الطريقة اللي كنشوف بها راسي. وهذا الشيء مهم بزاف، حيت الماضي ما غاديش يتبدل، ولكن النظرة ديالك ليه تقدر تبدل. بلا ما تبقاي تقولي اش كان عندي، قولي شنو قدرت ندير رغم الظروف اللي كنت عايشاها. بلا ما تبقاي تشوفي شنو ما كانش عندكم، شوفي شنو تعلمتي، وشوفي شحال كبرتي، وشحال تبدلتي، وشوفي شحال من حاجة دابا عندك كانت بالنسبة للبنت الصغيرة اللي كنتي مجرد حلم. وإلا شي نهار لقيتي راسك وسط ناس وحسيتي بأنك أقل منهم بسبب الفلوس، الأصل، اللباس، المستوى الاجتماعي، أو حتى الطريقة اللي تربيتي فيها، وقفي هاد الإحساس من الأول وقولي أنا مختلفة عليهم ولكن ماشي أقل منهم. هاد الجملة بوحدها تقدر تبدل ليك بزاف ديال الحوايج. مختلفة ولكن ماشي أقل. يمكن البداية ديالك مختلفة، يمكن الطريق ديالك مختلفة، يمكن حتى الحياة ديالك كلها مختلفة، ولكن القيمة ديالك ما كتحسبش بهاد الحوايج. وماشي ضروري الناس يعرفوا منين جيتي باش يحترموك، وماشي ضروري تحكي شحال عانيتي باش يقتنعوا أنك قوية، وماشي ضروري تخبي الماضي ديالك باش تباني راقية. خلي قصتك تكون قصتك بكل البساطة ديالها، بكل الصعوبات ديالها، وبكل الحوايج اللي فيها. وحاولي من اليوم ما تبقيش تقولي أنا غير بنت جاية من، لا، قولي أنا بنت بدات من هنا وكملت الطريق ديالها. وهنا كاين الفرق
ما عمرك تحتقري راسك بسبب منين جيتي، حيت نتي ماشي الحومة اللي تربيتي فيها، وماشي الدار اللي كبرتي فيها، وماشي شحال كان عندكم، وماشي شنو ما كانش عندكم. نتي كبر من هادشي كامل، ويمكن اليوم مازال ما وصلتيش للمكان اللي بغيتي، ولكن راه ماشي عيب تكوني مازال في طريقك. المهم ما توقفيش غير حيت شي حد خلاك تحسي بأن البداية ديالك ما كانتش كافية. البداية ما خاصهاش تكون مثالية، خاص غير الإنسان يكمل. وخلي عندك ديما هاد الجملة: أنا ما غاديش نحتقر راسي على الماضي ديالي، غادي نحتارمو ونكمل نبني المستقبل ديالي، حيت البنت اللي كنتي حتى هي كتستاهل منك اليوم شوية ديال الفخر، ماشي الاحتقار. وفي الأخير بغيتك غير تخرجي من هاد الفيديو بحاجة وحدة: ما عمرك تحقري راسك على شي حاجة ما اختاريتيهاش. ماشي نتي اللي اختاريتي فين تولدتي، ولا كيفاش تكون طفولتك، ولا شحال تكون الامكانيات ديال داركم، ولكن اليوم نتي اللي تقدري تختاري كيفاش تشوفي راسك وكيفاش تكملي حياتك. خلي الماضي ديالك يبقى جزء من قصتك، ماشي سبب يخليك تحسي بالنقص. وإلا كان هاد الكلام قاس فيك شي حاجة، كتبي ليا في التعليقات شنو أكثر حاجة كنتي كتحتقري راسك عليها ووليتي اليوم كتشوفيها بطريقة مختلفة. وإلا عجبك الفيديو ما تنسايش لايك والاشتراك في القناة، وخليونا ديما مجموعين في قناة الونيسة. نتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله، وتهلاو في راسكم.